انت بتعمل ايه؟ ماسك الدهب بتاعك كده ليه؟ معلش يا حبيبتي، معلش اقفي جنبي بس المرة دي، هاخد الدهب بتاعك بس ابيعه وادفع القرض اللي عليا عشان هتحبس. وتبيع دهب انا ليه؟ وانا مالي؟ طب هو انا وانت ايه؟ ما انا وانت واحد. لا مش واحد. انت بني ادم فاشل، ضيعت كل فلوسك ولا عملت اي حاجة في حياتك، دايما معتمد على الغير، ولا تعرف يعني ايه مسؤولية ولا بيت ولا اولاد ولا اي حاجة. تقدر تقولي القرض اللي انت هتتحبس بسببه ده وديت فلوسه فين؟ ها؟ طب اقفي جنبي المرة دي معلش، عشان بقولك هتحبس صدقيني. هدفع بس القرض ده واوعدك ان انا هعوضك والله. هتعوضني عن ايه ولا ايه؟ انا ياما وقفت جنبك، وياما بعت حاجات علشانك عشان اسدد ديونك، وانت ولا في دماغك ترجع تعمل نفس الموضوع. قاعد على القهوة تتمنظر وخلاص، تصرف وتعيش عيشة مش عيشتك. لو كنت حافظت على الفلوس، ولو كنت اعتبرت ان انت في حياتك اولاد وعندك مسؤوليات ولازم تشتغل بجد علشان تقدر تصرف عليهم، ما كانش كل ده حصل. دلوقتي انت طمعان في حتتين الدهب اللي حيلتي، اللي بأمن نفسي بيهم انا وعيالي، عاوز تاخدهم علشان يبقى خلاص ما عادش حالتنا اي حاجة. لا، مش هتاخد الدهب حتى ولو على جثتي. انت فاهم؟